هو احنا ليه بندوس على زرار الاسانسير كذا مرة كأن الاسانسير نايم واحنا بنقوله قوم يا عم عندنا مشاوير؟ في نوع من الناس بتلاقيه بيدوس على الزرار جامد، يمكن عشان الزرار يخاف منه ويمشي اسرع. يا جماعة الاسانسير مش عربية كارو، مش هيمشي اسرع لو زعقتله. وعلى فكرة دي مش مشكلتنا مع الاسانسير بس، نفس المرض ده عندنا في الحياة. بتفتح واتساب 45 مرة في الدقيقة مع انك عارف الرسالة لسه ما وصلتش. بتعمل ريفريش للفيسبوك كأنك بتعمل انعاش لقلب ميت. والتلاجة، يا سلام على التلاجة، بتفتحها 20 مرة في اليوم كأن في عفريت جواها بيزق اكل جديد ما بين الرف والباب. احنا عندنا مرض اسمه وهم التحكم، بندوس عشان نحس اننا مسيطرين، لكن الحقيقة احنا مجرد ركاب في اسانسير كبير اسمه الحياة. والزراير اللي بنقابلها في حياتنا كلها ديكور. في حاجة رومانسية كده في الموضوع، انك تلاقي نفسك واقف مستعجل تدوس وتكتشف ان اللي واقف جنبك بيعمل نفس الحركة، فتضحكوا زي 2 مجانين فاكرين ان هما بيشغلوا العالم بزراير. في الاخر نصيحة من اختك، دوس مرة واحدة واصبر. لو الاسانسير مجاش يا اما عطلان يا اما انت محتاج تعيد تقييم حياتك. كانت معاكم حبيبة جمال والكرياتيف بروديوسر محمد جلال، واستنونا في حلقة جديدة من بودكاست كلام فاضي بس مهم. وما تنسوش اللايك والشير والفولو. سلام.